ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل احسن طبق كشري بكل سهوله وبكل تكاته عشان يطلع معاكي زي كشري المحلات واحسن كمان. بس لو اول مره تشوفوني، انا سميه ودي قناه مطبخ السعاده. ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل الجديد، ودعمكم بيفرق معايا. وهيطلع معاكي البصل مقرمش، وهنعمل احلى دقه واحلى طبق كشري. ونقول بسم الله. المقادير: 250 جرام حمص، هنسلقه بس سلق كويس جدا ونكون بلينه قبليه بيوم. و250 جرام عدس، هنسلقه نص سليق عشان هيطيب، لسه هنكمل الطياب بتاعه مع الرز والشعرية. 3 معالق نشا على 4 بصلات عاملينهم حلقات. والزيت هنا هنسخنه عشان الزيت ده هو بطل الحلقة معانا. زي ما انتوا النشا نحطه على البصل ونحطه على طول في الزيت، يعني ما نسيبهوش لما يشرب، نحطه على طول. التكات دي هي اللي بتطلع معانا قرمشة البصل. والبصل الابيض بيكون احسن جدا من البصل الاحمر. والزيت يكون سخن جامد معانا كده، بدأ هنا يحمر. البصل الابيض بيكون طعمه احسن وبيكون فيه نسبة سكر كده، بيدي طعم اجمل. طلعناه كده على مناديل عشان لو فيه زيت ولا حاجة يشرب الزيت كويس. العدس كده سلقناه نص سلقة عشان مش عايزينه يكون مهري معانا. هنحمر الشعرية. طبعا التكات هنا بتاعتنا اللي بتخلي طعمه حلو، الزيت اللي احنا عملنا فيه البصل ده اللي هنستخدمه في كل حاجة. هنستخدمه في الصلصة، وهنستخدمه في تحمير الشعرية، هيخش معانا في بقية كل حاجة لان البصل عامل طعم فيه. هنحمر كده الثوم. كده معنا معلقة صلصة، هنديها تشويحة مع الثوم. كيلو طماطم بس عملناه فريش في الخلاط، بس طبعا ما تزوديش ميه كتير، حاجات بسيطه بس انها تمشي الخلاط معاكي. البهارات: كمون، بابريكا، فلفل اسود، ملح. وهنديها تقليبه ونسيبها بقى ايه تتسبك على جنب. جبنا هنا الشعريه بنحمرها. الشعريه 400 جرام. الشعريه بتكون اكتر من الرز، 400 جرام شعريه و250 جرام رز. وطبعا الكميه هنا حسب افراد الاسره عندك. هنقلبهم مع بعض الاول. اللهم صل على سيدنا محمد. جبنا كده العدس صفناه وجبناه، طبعا احنا سالقينه نص سلقه عشان هيكمل الطياب مع الرز والشعريه. هتشوفوا النتيجه، هتكون كل حاجه مفرده كده مع نفسها، مش معجن. النتيجه ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. هنغطيه بس بالميه، يا دوبك تغطيه، ما تزوديش اكتر من كده. زي ما انت شايفه كده غطيناه بالميه. اللهم صل على سيدنا محمد. جبنا هنا المكرونه هنسلقها، معانا 400 جرام مكرونه نوعين، سباجيتي وعقل صغيره. هنديها تقليبه كده. كده الصلصه اتسبكت معانا. في معلومه: اخر ما تتسبك خالص في اخر خطوه بنحط عليها معلقه خل ونطفي النار على طول. وكده العدس والرز والمكرونه زي ما انتم شايفين كده شكلهم، ولا معجنين ولا اي حاجه. النتيجه طالعه زي الفل. والمكرونه كده طابت معانا كده زي ما انتم شايفين، ولسه هنديها تشويحه تاني.
معلقتين زيت من الزيت بتاع البصل زي ما قلنا في الاول، بنستخدمه في كل الخطوات. زي ما انتم شايفين المكرونه يا دوبك هنديها تشويحه، تاخد بس من طعم الزيت كده زي ما انت شايفه كده، تاخد من طعم الزيت. هنعمل بقى شويه دقه زي المحلات واحسن. خدنا كده معلقتين زيت برضو من اللي كانوا معانا بتوع البصل. هنحط الثوم وقرنين فلفل، بس الفلفل يكون حراق، فلفل حامي كده عشان يدينا النتيجه المطلوبه، وهنحمرهم مع بعض. وهنحط الخل، هنسيبهم يغلوا مع بعض يعني مدة دقيقة كده عشان ياخدوا طعم الفلفل. البهارات كمون، بابريكا، ملح. زي ما انت شايفة كده كل حاجة طالعة مفرفرة معانا، المكرونة والعدس والرز مفيش حاجة معجنة. الطعم بقى يعني في حتة تانية، بسم الله ما شاء الله، وبألف هنا وشفا.